كان نفسي اللقاء ده يكون الاسماعيلي فوق من يعني المدرج صوت الجمهور. تحياتي صديقي ايمن هاشم من هنا من محافظه الاسماعيليه وبالتحديد من امام النادي الاسماعيلي. نزلنا للشارع الاسماعيلاوي ونشوف اراء جماهير النادي الاسماعيلي وشباب النادي الاسماعيلي. زي ما احنا شايفين كده اسماعيليه بتتنفس كوره. فتره صعبه جدا على النادي الاسماعيلي بعد استقاله اعضاء المجلس المؤقت، وننتظر يعني وزير الشباب والرياضه وكل المسؤولين ورجال الاعمال. انقاذ النادي الاسماعيلي هو هدف رئيسي لكل اسماعيلاوي. هنعرف كده رايك كيف اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي، وانت احد ابناء الاسماعيليه وبتحب النادي الاسماعيلي ولابس تيشيرت النادي الاسماعيلي. الناس هنا ايمن ماشيين بكل محبه وبكل خوف على النادي الاسماعيلي، نفسهم النادي الاسماعيلي يرجع تاني. الاسماعيلي هو تاريخ. شايف الموقف ازاي؟ احنا نفسنا النادي الاسماعيلي يرجع زي زمان، ياخد افريقيا تاني وينافس على البطولات وينافس على الدوري ان شاء الله. طيب شايف المشاكل اللي حصلت دي مأثرة على الناس؟ حزينة، الناس زعلانة؟ ايوه طبعا اكيد الناس زعلانه ونفسها الاسماعيلي يرجع تاني. تمام. انت شايفك اهو ماشي وماشيين بالصدفة وماسكين الكورة، والكورة هنا رقم واحد عندنا في اسماعيلية. بتحب كورة وبتحب النادي الاسماعيلي طبعا. مين من لعيبة النادي الاسماعيلي اللي انت يعني بتحبها ومثل اعلى ليك وقدوة ليك؟ محمد حسن. تمام. سواء من اللعيبة القديمة واللعيبة الجديدة. حمص واللعيبه حمزه الجمل. كل اللعيبه القدام دول. تمام تمام. طيب حاليا انت شايف الاسماعيلي الفترة الجاية يقدر يعدي الفترة الصعبة دي ويقدر ان شاء الله يفك القيد، يشتري لعيبة؟ ان شاء الله يقدر يفك القيد، بس احنا محتاجين الفترة دي يلعبوا على نفسهم عشان الماتش الجاي صعب قوي ومش هيعرفوا يعملوا اي حاجة، وان شاء الله يلعبوا حلو والقيد يتفك ان شاء الله. طب كلمة كده للجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري واللعيبة ومجلس الإدارة المؤقت او اي حد مسؤول عن النادي الاسماعيلي، تقول له ايه؟ دربوهم حلو بالله عليكم. احنا الناس هنا والله زعلانه قوي، والله الناس زعلانه قوي كتر الكوره. الاسماعيلي ما يعني شوف كم ماتش لعبوا، كسبان 3 باين او 4 وخسران 15 ماتش. تمام. مش هو ده الاسماعيلي. مش هو ده الاسماعيلي، مش زي زمان خالص. بتجهل اي حاجه مصلحه الاسماعيلي. دلوقتي الاسماعيلي كان ماشي بخطه ثابته وقال لك في شركه واستثمار والدوله وده وده وده، لقينا في ايادي خفيه وقالها الدكتور عبد المنعم. الدكتور عبد المنعم قالها يا استاذ ايمن، قال لك في ايادي خفيه بتحاول تجهز اي حاجه للاسماعيلي. فاحنا دلوقتي ما قدامناش غير 3 ايام، ناس عايزه تمشي اللي في دماغها وناس عايزه تنهي الاسماعيلي نهائي، وانا بقولها صريحه وما بخافش من حد. طيب سمعنا عن في شركات داخله للاستثمار في النادي الاسماعيلي، في بعض الاختلاف على بنود التعاقد للنادي الاسماعيلي، فناس قلقانه من الجمهور على ان هذه الشركات فعلا يتم بيع اصول النادي الاسماعيلي. يعني شوف انت شايف وجهه نظرك وشايف تعامل مجلس الاداره المؤقت سواء بالاستقاله او رد على هذه الاستفسارات. انا شايف ان الدكتور رحمي راجل محترم ورفض اي تلاعب باسم النادي. دلوقتي جهات خارجيه هي اللي بتلعب باسم الاسماعيلي. عايزين من الاسماعيليه ايه والاسماعيلي ايه؟ عايزين تبيعوه خدوه. حري النادي الاسماعيلي الجديد دلوقتي كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ دلوقتي النادي كله بيلعب على قصه الاسماعيلي النادي الجديد. لكن الراجل الدكتور رحمي راجل محترم ورفض كل الكلام ده. انا شايف الامور صعبه خالص على النادي الاسماعيلي، وبطالب من محافظ الاسماعيليه انه يقف جنب الاسماعيلي عشان مش ده التاريخ اللي يتمسح ويتنهي كده بالسهوله دي. نادي اسماعيلي كبير، وبناشد كابتن طارق العشري وبقف معاه وكلنا بنسانده عشان مش ده نادي الاسماعيلي اللي احنا عارفينه. وبتمنى في الفتره القليله دي انهم يلحقوا يفكوا القيد، عشان كده الاسماعيلي لو ما فكش قيد في الفتره دي كده بالسلامه. لا اقدر اقوله حاليا في الوضع اللي احنا فيه ان شاء الله الفريق بتاعنا يكون في تطور اكتر مع المدرب ومع اللعيبه، يكون عندها روح اكتر، وباذن الله يكون في فتره قريبه في التقدم ويكون فتحه قيد وفتحه خير باذن الله، ونطلع من الازمه اللي احنا فيها. بالنسبه لنا اكتر واحد يعني مثلا بتمنى الاسماعيلي يوصل لدرجه ان هو يرجع ينافس، لان احنا كنا بنرعب اي فريق.
بنرعب اي فريق، فلدرجه ان انا ما مخنوق. بص حزين على النادي الاسماعيلي. انا لا يعني الحمد لله الفتره اللي احنا فيها دي بتمنى ان هو يتطور اكتر ويوصل لمرحله اكتر، وربنا ان شاء الله موفق باذن الله ونشوف حاجه احسن باذن الله مع الاسماعيلي. كان نفسي بقى اللقاء ده يكون الاسماعيلي فوق، يعني شاء حتى الله. في الترتيب يكون متقدم شويه، انما المنظر واحنا موجودين مع حضرتك دلوقتي في حزن على مستوى الاسماعيليه بالكامل بصراحه. خدت بالك دي باين على وجوه الناس يا حاج، كل يعني انت واحد شايف بيجي غريب يمسك اداره النادي كل همهم مدخلينها تجاره، وهي بقى التجاره ليهم بالنسبه لهم. طب ما احنا قلنا الشركه قبل كده تخش، لان دلوقتي كل النظام دلوقتي النوادي شركات، تمام. والشركات فعلا بتربي عيال جيل صغير، خدت بالك، ومستقبلا بيبيعوه بره وبيطلع استثمار، الشغل استثمار. يعني الكوره بقت صناعه. الله ده 100% مش كلام، دي حقيقه. ما تبص بقى سيراميكا وبص النوادي بتاع الشركات عامه شوفوا عامله ازاي دلوقتي. تمام. بقت النهارده بتضارب عن الاهلي وعن الزمالك، يعني كان الاول الاهلي والزمالك، دلوقتي في بتاع الشركات بتضارب معاه في المسابقات وفي مركز متقدم وحاجات زي كده. ليه الاسماعيلي مع ان الاسماعيلي الدراويش ده على مستوى ده اسمه مسمع بره وجوه.